هل تنتهي عقدة الديوك للأسود؟ ماذا حدث بين المغرب وفرنسا في 7 مواجهات؟ تعرف مع إخبار الرياضة على تاريخ مواجهات المغرب وفرنسا منذ عام 1975 قبل المواجهة المرتقبة بينهما في المربع الذهبي من كأس العالم 2022 بعدما تفوقا على البرتغال وإنجلترا في ربع النهائي بداية هذا الأسبوع. جمعت المغرب وفرنسا 7 مواجهات مختلفة، انتهت 3 منهم بانتصارات صريحة لفرنسا دون أي فوز يذكر لأسود أطلس الذين يواجهون صعوبات دائمة لهز شباك الديوك، وانتهت المباريات الأخرى بتعادلات على كل الأشكال، بواقع مباراتين بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 قبل أن تفوز فرنسا بفارق ركلات الجزاء الترجيحية، ومباراة بتعادل سلبي، ومباراة بتعادل إيجابي نصفين. ويأمل الجمهور العربي عموما، والمغربي خصوصا، أن يضع رفاق حكيم زياش وأشرف حكيمي حدا لهذه العقدة يوم 14 من ديسمبر في نصف نهائي مونديال قطر، وإنجاز مهمة العبور للنهائي الحلمي. يرجع أول لقاء بين منتخب المغرب ومنتخب فرنسا إلى الدور الإقصائي من دورة ألعاب البحر المتوسط عام 1975 التي أقيمت على الأراضي الجزائرية، وانتهت لصالح فرنسا بفارق ركلات الجزاء بعد التعادل الإيجابي 1-1 خلال الوقت الأصلي. تكررت نتيجة التعادل لكن من دون أهداف في دور مجموعات دورة ألعاب البحر المتوسط 1987 التي استقبلتها مدينة اللاذقية السورية، ولا يعتد بالنتيجتين بسبب عدم إدراج الاتحاد الدولي لكرة القدم مباريات دورة الألعاب المتوسطية ضمن سجلاته الرسمية. بعد طول انتظار، استطاعت فرنسا تحقيق أول فوز صريح على المغرب في لقاء ودي رسمي بنتيجة 1-2 خلال دورة دولية ودية مكونة من 4 منتخبات في فبراير من عام 1988. عرفت تلك المواجهة مشاركة عدة لاعبين مشاهير أمثال برونو مارتيني وبرنارد كاسوني ولويس فرنانديز مع فرنسا، وعبد المجيد الظلمي وخليل عزمي مع المنتخب المغربي. مونديال 98 يعيد مواجهات المغرب وفرنسا. غابت المواجهات المباشرة بين المغرب وفرنسا لمدة 10 أعوام في الفترة من 1988 إلى 1998، وقرر الاتحادان المغربي والفرنسي الاتفاق على لعب مباراة ودية للتحضير لنهائيات كأس العالم 1998. لعب الفريقان آنذاك في مدينة كازابلانكا المغربية ضمن بطولة الحسن الثاني الودية، وانتصرت فرنسا بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 6-5 بعد التعادل الإيجابي نصفين، حيث سجل لوران بلان ويوري جوركيف لفرنسا، بينما أحرز صلاح الدين بصير ثنائية المغرب، وحضر اللقاء 50,000 متفرج. وبعد أقل من سنة، تحديدا يوم 20 من يناير 1999، جمعهما لقاء ودي آخر على ملعب فيلودروم بمدينة مارسيليا، انتهى بفوز صعب لفرنسا بهدف دون رد سجله يوري جوركيف، وكان مدرب المغرب آنذاك هو الفرنسي هنري ميشيل. شارك في التشكيل الأساسي للمغرب كل من إدريس بن زكري وعبد الكريم الحضري ونور الدين نيبت ويوسف روسي وعبد الإله صابر وسعيد شبا ويوسف شيبو ومصطفى حاجي وصلاح الدين بصير وعبد الجليل حدا كاماتشو والطاهر الخلج. وقاد وسط ملعب فرنسا المدير الفني الحالي للديوك ديديه ديشان مع زين الدين زيدان وجوركيف، وفي الدفاع لورلان بلان ومارسيل دوسايي وليليان تورام وفينسنت كانديلا، وفي الهجوم كريستوف دوغاري. زيدان يغيب وفرنسا تكتسح بالخمسة قبل بداية يورو 2000. قررت فرنسا خوض مقابلة ودية تحضيرية أمام المغرب في كازابلانكا ضمن بطولة كأس الحسن الثاني. انتهت هذه المرة بفوز عريض لفرنسا بنتيجة 5-1 رغم غياب زين الدين زيدان. سجل تييري هنري ويوري جوركيف وكريستوف دوغاري ونيكولاس أنيلكا وسيلفيان ويلتورد أهداف المنتخب الفرنسي على مدار شوط المباراة، وكان مدافع ديبورتيفو لا كرونيا الشهير نور الدين نيبت
هو صاحب هدف حفظ ماء وجه المغرب. حضر اللقاء 57,000 متفرج في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وأدار اللقاء الحكم الإماراتي الشهير محمد علي بوجسيم. وعرفت تلك المواجهة مشاركة لاعبي ريال مدريد كريستيان كاريمبو، وبديل زين الدين زيدان نجم نادي بارما الإيطالي يوهان ميكود. وفي الوسط الدفاعي تواجد أسطورة أرسنال باتريك فيرا، بالإضافة لأحد أساطير فرنسا في التسعينيات يوري جوركيف. كما تواجد في حراسة المرمى برنار لاما، بينما حرس مرمى المغرب خالد فهامي. وتواجد في الدفاع لحسن أبرهامي وعثمان العساس ونور الدين نيبت وطلال القرقوري. وفي الوسط يوسف السفري وابو شعيب المبارك ومراد حديود وهشام زروالي. في الهجوم صلاح الدين بصير. المغرب يكشر عن أنيابه كشر المنتخب المغربي عن أنيابه في آخر مواجهة له أمام فرنسا قبل سنين طويلة من نصف نهائي كأس العالم 2022، حين تعادل نصفين في قلب فرنسا تحت أنظار 78,000 متفرج خلال الدقائق الخمس الأخيرة من اللقاء الذي استضافه استاد فرنسا ساندوني بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 16 من نوفمبر 2007. رفض المغرب الظهور هذه المرة بنفس الأسلوب المحتشم، فتمكن من التقدم بهدف سريع عن طريق طارق السكتيوي بعد 8 دقائق من صافرة البداية. رد سيدني جوفو بهدف تعادل فرنسا في الدقيقة 15، وخلال الشوط الثاني سجل ذو الأصل الجزائري سمير نصري الهدف الثاني لصالح الديكة عند الدقيقة 76، لكن بعد أقل من 10 دقائق من هدف لاعب مارسيليا أحرز يوسف المختاري هدف التعادل للمغرب نصفين في الدقيقة 85. ضمت تشكيلة فرنسا الأساسية لاعبين أمثال باتريس إيفرا وويليام جالس وتورام ولاسانا ديارا وكلود ماكليلي وسمير نصري وجيروم روثين وكريم بنزيمة وسيدني جوفو. وشارك من على الدكة إيريك أبيدل وجيريمي توليل وأنيلكا وسيكيلاتشي وحاتم بن عرفة وفلاميني. ولعب رفقة المنتخب المغربي لاعبين أمثال عبد السلام وادو وبدر القدوري ويوسف السفري ويوسف حاجي وحسين خرجت وعبد الكريم قيسي ومروان الشماخ ونور الدين بوخاري وعبد الرحمن كابوس وسفيان علودي وجواد زيري. ترى هل يتمكن المنتخب المغربي من تحقيق أول فوز على فرنسا ويصنع التاريخ بالتأهل للمباراة النهائية أمام كرواتيا أو الأرجنتين؟ هذا ما سيجيب عنه رجال وليد الركراكي في ملعب البيت بمدينة الخور القطرية يوم 14 من ديسمبر 2022.